أطباء الأسرة اللهم بارك، لاحظت أنهم أطباء ناجحين في وسائل التواصل الاجتماعي ولهم دور بارز. فدكتور لو تعرفنا عليك، من هو الدكتور صالح؟ أنا طبيب أسرة، خريج جامعة قابوس. نعم. في 1998، وأيضا تخصصت طب الأسرة في المجلس العماني للصيدلة الطبية في عام 2004. طبيب أسرة هو يعني كتعريف أنه طبيب يعنى بتقديم رعاية صحية لأفراد الأسرة. صحيح. جميع أفراد الأسرة، سواء كان صغير أو كبير أو رجل أو امرأة، ويعنى بجانبين، جانب علاجي والجانب الوقائي. نعم. يعني يعلم الإنسان يعني ليس فقط إنه يحتاج فقط علاج، لكن يحتاج أن ينقيه من الأمراض. صحيح. اهتمام عن الإنسان وجبت له أحسن الأدوية، أفضل المراكز المتخصصة، ولكن إذا ما منعت المرض بتتعب، تكون العملية يعني غير محدودة، وبالتالي تستنزف منك موارد كثيرة. صحيح. بل يفترض انه مع العلاج ايضا يواجبها توعية، وقاية، انه تصحيح سلوك افراد وتصحيح انماط الحياة. هذا هو طبيب الأسرة، يعنى بالجانبين، ويحاول انه يمكن اشخاص انه يعيشوا حياة صحية، ليس فقط انه يكونوا ناس معتمدين على الطبيب، لا، المريض بنفسه او الشخص نفسه يحاول يغير من سلوكه لاجل انه يحافظ على صحته، لانه الصحة اغلى حاجة الانسان يملكها. بالتالي يحاول انه يستثمر صحته بمعنى اخر. نعم. لكن انه يحصل العائد بحياة صحية، حياة سعيدة، في رفاهية دون معاناة. هذا هو طبيب الأسرة. وانا يعني انا وزملائي اطباء الأسرة، سواء كان داخل السلطنة او خارجها، نسعى الى غرس هذا المفهوم وتمكين الناس انهم يهتموا بصحتهم، وبالتالي ان شاء الله يكون هذا ينعكس ايجابا عليهم وعلى مجتمعاتهم.